أعاد الصحفي الفرنسي الشهير غريغوري شنايدر فتح ملف الكرة الذهبية لعام 2025 حين أشار عبر منصات صحيفة ليكيب إلى أن النجم المغربي أشرف حكيمي كان أفضل لاعب في باريس سان جيرمان هذا الموسم دون منازع، متفوقاً على زميله عثمان ديمبيلي الذي خطف الأضواء إعلامياً في فترات عديدة، معتبراً أن مباريات الفريق الباريس تقرب من فكرة الظلم، لأن ديمبلي مدعوم من كل الجهات للظفر بالكرة الذهبية، بينما أشرف حكيمي هو من يقوم بالعمل الكبير في الظل، مشدداً أن تبرير الموقف عدم الداعم له بكونه مدافعاً يظل أمراً غير منطقي. تصريحات شنايدر لم تمر دون تفاعل، إذ سارع محللون على قناة كانال بلس الفرنسية إلى دعم هذا الطرح. الحارس الإسباني السابق سانتياغو كانيزاريس وصف موسم حكيمي بالاستثنائي، مؤكداً أن المنافسة على الكرة الذهبية يجب أن تحصر بين حكيمي وزميله فيتينيا. أما الفرنسي بكاري سانيا المدافع الدولي السابق فقد أثنى على المردود البدني والتكتيكي لحكيمي، قائلاً: لا يهدأ على الجهة اليمنى، هو لاعب لا يتعب، دائم الانطلاق والتأثير في نسق المباراة.